تعليق أبو تريكة على تعادل الأهلي أمام سان داونز، وتعليقه على مباراة العودة يوم الجمعة القادم. علق محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي على مباراة الفريق أمام سان داونز، مؤكدا أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي كان مؤثر للغاية في الدقائق القليلة التي شارك فيها خلال المباراة. وتابع تريكة تصريحاته أن بن شرقي شكل خطورة حقيقية على مرمى الفريق الجنوب أفريقي، وهذا أمر جيد يحسب له، لأنه رغم نجوميته وقدراته الفنية التي لا يختلف عليها التزم بتعليمات الجهاز الفني بالجلوس على الدكة ما يقرب من 90 دقيقة. وتابع تريكا إن أداء أكرم توفيق كان رائع، والتزم حينما شارك كبديل هو الآخر، موضحا أن الروح التي كان عليها الأهلي كانت أحد أسباب الأداء القوي أمام ميلودي سان داونز. وأوضح تريكا أن أداء فريق النادي الأهلي في مباراة سان داونز أمس في دوري أبطال أفريقيا كان جيد، مشددا أن الفوز كان في المتناول، وتعد المباراة من أفضل المباريات التي أدارها مارسيل كولر. وتابع أن كولر أدار المباراة بذكاء حيث أشادت به الجماهير أمس. وواصل تريكا: كنت أتمنى فوز الأهلي لأنه استحق ذلك، خاصة وأن نتيجة التعادل سيئة وأرى أنها تشبه اللغم وغير مطمئنة، ولكن أثق في لاعبي الأهلي ولاعبي وجهازه الفني وقدرتهم على تجاوز عقبة بطل جنوب أفريقيا في لقاء العودة الجمعة المقبل والتأهل لنهائي البطولة. وأكمل أبو تريكة: الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام سان داونز، ولم نرى الفريق بهذا المستوى منذ فترة، خاصة على المستوى البدني. الفريق كان واقفا على قدميه طوال اللقاء، وهذا يحسب للجهاز الفني. وأضاف تريكا: رغم الأداء الإيجابي أرفض حالة التفاؤل الزائدة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الأمور ما زالت متكافئة بين الفرق الأربعة سواء الأهلي وبيراميدز أو سان داونز وأورلاندو. مباراة الإياب لن تكون سهلة، وسنواجه منافس سيلعب بتحفظ دفاعي في القاهرة وسيسعى لإغلاق المساحات وتقريب الخطوط، وعلى الأهلي أن يتعامل مع ذلك بذكاء هجومي. وفي حديثه عن العناصر الفردية أثنى أبو تريكة على الأداء الذي قدمه إمام عاشور، لكنه سلط الضوء على الظهور المفاجئ والمميز لمصطفى العش، قائلا: إمام عاشور قدم مباراة جيدة، ولكنني فوجئت بالمستوى الرائع لمصطفى العش، وإذا حصل على فرصة الاستمرار في مركز الظهير الأيسر وتم تطويره أعتقد أنه سيكون مكسب كبير للفريق. وتابع تريكا: الأهلي لم يكتفي بالصلابة الدفاعية، بل كان جيد على المستوى الهجومي، وأيضا صنعنا فرص أكثر من مباريات كثيرة كنا نمتلك فيها الاستحواذ، ونجح الفريق في التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، وهو ما كنا نفتقده سابقا. وفيما يخص مستقبل المدير الفني كولر، شدد تريكا على أهمية استمرار المدرب السويسري حتى في حال عدم التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن التغيير في هذا التوقيت سيكون مضر للنادي الأهلي. وكنت غاضبا من بعض قرارات كولر الفنية في السابق، ولكنني كنت متأكد من بقائه. أرى أن استمراره مع الأهلي في كأس العالم للأندية أمر ضروري حتى لو لم يحقق دوري أبطال أفريقيا. واختتم تريكا: رحيل كولر الآن لن يكون منطقيا، هو حتى إذا تعاقد الأهلي مع مدرب بحجم جوزيه مورينيو فلن يستطيع النجاح في مونديال الأندية بسبب ضيق الوقت وصعوبة المرحلة. الحل الأمثل هو تقويم كولر وتوفير الدعم الفني والمعنوي له، وقد شاهدناه بالفعل كيف تغير الأداء بعد الجلسات التي عقدت معه.